فلوسك بتتبخر، حاسس ان الحريه الماليه حلم مستحيل. الحقيقه الصادمه، الحريه الماليه مش حلم اصلا، دي معادله رياضيه، ولو مشيت على الخطه دي هتوصل. الفيديو ده هيغير مفهومك عن الفلوس بالكامل. السلام عليكم اصدقائي ابطال الوعي المالي، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم دكتور محمد حسين في برنامجكم ريتش هابتس بالعربي. النهارده جاي اكلمكم عن اكبر حلم بيراود كل واحد فينا، لكن كتير بيفتكروه مستحيل. هو حلم الحريه الماليه. الكلمه بتسمعها كتير صح؟ بتفتكر انها لناس معينه او اللي عندهم حظ خرافي، بتفتكر انها مجرد حلم بعيد، رفاهيه ملهاش مكان في الواقع الصعب اللي بنعيشه. الحقيقه يا جماعه ان النظره دي للحريه الماليه هي اكبر وهم ممكن تدمر بيه مستقبلك. الحريه الماليه مش حلم، مش رفاهيه، ومش محتاجه حظ ولا ميراث. الحريه الماليه هي خطه مدروسه، ليها خطوات واضحه، ليها معادله رياضيه، وليها طريق ممكن اي حد يمشي فيه طالما عنده اصرار ووعي. النهارده هكشف لك يعني ايه حريه ماليه بجد، وهي الاركان الاساسيه للخطه دي، وهوريك ازاي تبدا ترسم خريطتك الشخصيه للحريه الماليه من اللحظه دي. فاكرين لما قلنا ان كل حلقه فهي قطعه من بازل الحريه الماليه؟ في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن فلوسنا بتخلص ليه، التضخم، والفرق بين الادخار والاستثمار، وكمان لو معاك 1000 جنيه تعمل بيها ايه، واخطر 5 عادات ماليه، والفرق بين الاستثمار والمضاربه والقمار، واهميه صندوق الطوارئ، والاخطاء الماليه اللي ما تتصلحش. النهارده دي قطعه البازل رقم 10، ودي القطعه اللي هتجمع كل اللي فات ده وتوريك الصوره الكامله للهدف الاكبر. هات فنجان قهوتك وركز معايا جدا جدا جدا، عشان بعد الفيديو ده عمرك ما هتبص لحلم الحريه الماليه بنفس الطريقه تاني. يلا بينا. الناس بتفتكر ان الحريه الماليه معناها انك يبقى معاك ملايين الملايين ومش عارف تعمل بيها ايه. ده مش تعريفها الحقيقه يا جماعه. الحريه الماليه ببساطه معناها ان يكون عندك مصادر دخل سلبيه كافيه تغطي بيها كل مصاريفك الاساسيه. يعني ايه دخل سلبي؟ يعني فلوس بتجيلك من غير مجهود مباشر منك، فلوس بتجيلك وانت نايم، وانت مسافر، وانت بتستمتع بوقتك، زي ايجار عقارات، زي ارباح اسهم، دخل من مشروع شغال لوحده، دخل من محتوى رقمي قديم. الفكره انك توصل لمرحله انك مش مضطر تشتغل عشان الفلوس. انت ممكن تختار تشتغل عشان شغلك ده شغفك، باشن بتاعتك، او عشان تسيب بصمه، او عشان تكمل بناء ثروتك، لكن مش عشان تدفع الفواتير. الحريه الماليه مش معناها انك غني، معناها انك حر في وقتك، وحر في قراراتك، حر في اختياراتك. انت اللي بتحكم في حياتك، مش فواتيرك اللي متحكمه فيك. تخيل كده راكب عربيه وفي طريق طويل قدامك. الحريه الماليه هي مخرج الطوارئ اللي تقدر تاخده في اي وقت من سباق الفيران ده وتدخل طريقك الخاص. الحريه الماليه مش حظ ولا معجزه، هي معادله رياضيه ليها مكونات وليها طريقه حساب. لو طبقت المعادله دي صح، النتيجه هتحصل بغض النظر عن مين انت او منين جاي. المعادله دي ببساطه بتتلخص في انك دخلك السلبي، الباسيف انكم بتاعك، اكتر من مصاريفك. الهدف انك تخلي جيش الاصول بتاعك اللي اتكلمنا عنه في حلقه الاغنياء ما بيشتغلوش عشان الفلوس يكبر ويكبر لحد ما الدخل اللي بيجيبهولك يغطي كل اللي بتصرفه. لو هنبني بيت الحريه الماليه ففي 5 أركان أساسية لازم تكون قوية ومتينة. الركن الأول زيادة الدخل، الوقود اللي هيمول الرحلة. الحرية المالية بتبدأ بالقدرة على توفير واستثمار مبلغ معين، وده بيجي من زيادة الدخل. يا إما تزود دخلك من وظيفتك الحالية عن طريق تطوير مهاراتك اللي اتكلمنا عنها في الأخطاء اللي ما بتتصلحش، أو تبدأ بمشروع جانبي، أو تبحث عن مصدر دخل إضافي. ده أساس أي بناء، زي ما اتكلمنا في حلقة 1000 جنيه تعمل بيها إيه صح؟ الركن الثاني إدارة المصروفات، وقف نزيف الفلوس. مهم جدا انك تكسب كتير، لكن الاهم انك ما تصرفش اكتر من اللي بتكسبه. لازم تتعلم تعمل ميزانية صح، وتعرف فلوسك بتروح فين وتيجي منين، وتفرق بين الاحتياجات والرغبات. فاكرين اول حلقة ليه الفلوس بتخلص؟ وتبعد تماما عن العادات المالية المدمرة زي الصرف اللاواعي والمقارنات القاتلة اللي اتكلمنا عليها في حلقة اخطر 5 عادات. الركن الثالث بناء صندوق الطوارئ، وهو ده درع الامان. مفيش حرية مالية من غير امان مالي. صندوق الطوارئ هو السيولة اللي بتغطي لك مصاريفك الأساسية من 3 ل6 شهور، زي ما اتكلمنا وشرحنا في حلقة القاعدة الذهبية. قبل ما تستثمر تحوش كام. ده بيحميك من أي صدمة مالية مفاجأة، وبيخليك ما تضطرش تبيع استثماراتك بخسارة. الركن الرابع الاستثمار الذكي، الآلة اللي هتجيب لك فلوس وانت نايم. ده أهم ركن. هنا فلوسك بتبدأ تشتغل ليك بجد. هنا بتشتري الأصول المنتجة اللي بتدر عليك دخل سلبي، أسهم أو عقارات أو مشاريع. لازم تفهم الفرق بين الاستثمار والمضاربة والقمار، زي ما اتكلمنا
في حلقه سابقه علشان ما تخسرش فلوسك. وهنا يجي دور قوه العائد المركب اللي اتكلمنا عنها في اخطاء ما تتصلحش. الركن الخامس حمايه اصولك وتخطيط المستقبل. الحفاظ على الانجاز. بعد ما بنيت اصولك لازم تحميها، ده بيجي من تجنب الاخطاء الماليه اللي ما بتتصلحش، والتعليم المستمر، والاستثمار في صحتك النفسيه والجسديه. بيجي من التخطيط طويل الاجل والتامين على حياتك وممتلكاتك، ومعرفه القوانين سواء ضريبيه او غيرها، ووضع خطه للتقاعد. ده بيشمل كل اللي فات وبيضمن استمراريه النجاح. الحريه الماليه مش معناها انك لازم تبقى مليونير، معناها انك تعرف الرقم السحري بتاعك. احسب مصاريفك الشهريه واضربها في 12 للسنه الواحده، وبعدين اضربها في 25. دي قاعده بسيطه بتساعدك تعرف كام محتاج تستثمر عشان تحصل على 4% عائد آمن سنويا. الرقم ده هو رقم الحريه الماليه بتاعك، وده هدف ممكن تحققه خطوه بخطوه لو مشيت على الاركان الخمسه دول. يا صديقي، النهارده اكتشفنا ان الحريه الماليه مش حلم بعيد، هي خطه مدروسه وليها اركان اساسيه، وكل ركن منها هي قطعه بازل بنبنيها سوا في السلسله دي. الرحله دي محتاجه صبر ومحتاجه انضباط ومحتاجه تعلم مستمر، لكنها رحله تستاهل كل مجهود، عشان في نهايتها هتكون حر بجد. لو الفيديو ده فتح عينيك على حاجه جديده او غير تفكيرك، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو لسه ما عملتش. ده بيساعد المحتوى يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس اللي محتاجه المعلومه دي. واكتب لي في التعليقات تحت ايه اكتر ركن من اركان الحريه الماليه حاسس انك محتاج تشتغل عليه دلوقتي، وكم هو الرقم الحريه الماليه بتاعك التقريبي. شاركني رايك. انا دكتور محمد حسين، اشوفكم في الحلقات الجايه عشان نكمل بناء بازل الحريه الماليه خطوه بخطوه. خليك غني وغير عاداتك الماليه. السلام عليكم.